مباراة الفريق الأولمبي العراقي لكرة القدم مع نظيره السعودي التي فاز بها منتخب العراق بدت أشبه بالمعركة بالنسبة للفائزين الذين حصلوا على وعد من الحكومة بقطعة أرض وراتب شهري لمدة 10 أعوام إذا ما انتصروا على السعودية، تعبيرا من الحكومة عن التحدي والتشفي. المباراة يراها المراقبون استغلت ككل شيء في بلاد الرافدين لأجل المصالح السياسية والانتخابية، فالماكينة الدعائية للحكومة دارت بأقصى سرعتها لكي ترسم من التنافس الرياضي الودي والمشروع صورة لحرب سياسية وطائفية بشعة. فللمرة الأولى في تاريخ العراق ينقل التلفزيون الرسمي بثا حيا ومباشرا لرئيس الحكومة وهو جالس في مكتبه ويتكلم عبر الهاتف مع المنتخب العراقي ليحضهم على الفوز على الخصم. أنا أطمئنكم العراقيين كلهم معكم، عدا الإرهابيين الذين يقتلون الإنسان، ذولا مو وياكم، لأن ذولا ما يريدون شيء يعمر البلد أو يسجل له انتصارات، وإلا كل العراقيين معكم قلبا وقالبا. وين الأخ حكيم؟ خلي أسلم عليه. الكابتن حكيم أبو زهراء وياك. تفضل كابتن. دولة الرئيس السلام عليكم. ألو. دولة الرئيس، انتصاراتكم على داعش وعلى الإرهاب كانت حافز كبير لأبنائك العراقيين الأشاوس اللي أبوا إلا أن يسطروا نفس الملاحم التي كانت في كل أرجاء العراق. حاولوا أن يسطروها خارج العراق ويعطون صورة حقيقية عن العراقيين الأبطال الذين يقاتلون من أجل إعادة العراق إلى سابق عهده. لا إن شاء الله ما يعود العراق إلى سنوات ماضية، العراق ماشي في اتجاه الصحيح. أخوانكم أبناء الشعب العراقي عموما والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ينتصرون على داعش والقاعدة والإرهاب، وأنتم تنتصرون في ساحاتكم والكل تحت علم الانتصار إن شاء الله. النائب عن دولة القانون حنان الفتلاوي نشرت على حسابها في فيسبوك تهنئة للمنتخب العراقي، ولكنها ضمنتها رسالة إعلامية انتخابية وسياسية بوصف المنتخب السعودي بمنتخب داعش، وهو ما رددته وسائل إعلام مقربة من حزب الدعوة محاولة تصوير المباراة بأنها صراع سعودي عراقي وفق أسس طائفية وسياسية. معروف أن الرياضة وسيلة لتقريب الشعوب ورسالة للسلام، إلا أن أصابع السياسيين أضفت على المشهد الرياضي مسحة من الكراهية والحقد، وبالتالي أفرغت حتى مباريات كرة القدم من محتواها الإنساني.